اتفضلي. من غير سكر. شكرا. مالك؟ مفيش. بابا جالنا امبارح، كان بقالنا كتير ما شفناهوش. ما انا عارف، شفتكم. كانت قعدة لطيفة يعني، اختلفنا شوية بس عادي. انا سمعت كل الكلام اللي قلتيه لباباكي امبارح، انا اسف على تطفلي. زيك بالظبط. هو مش نفس ده حصل امبارح؟ احنا تقريبا مشاكلنا واحده. انتي محتاجه باباكي وانا محتاج مامتي. لا بس انا مش زيك، كنت هضيع نفسي. انا اسف. لا خالص، كلامك صح. طب انت على الاقل عارف انت هتعمل ايه. انا لا. يبقى اعرفي. لو كانت سهلة قوي كده كانت اتحلت. انا بخاف. ما تخافيش. انا قلت بجد ما بعرفش اتصرف. انا عملت حاجه امبارح اول مره اعملها في حياتي. قررت اتصالح مع نفسي. بمعنى؟ انا لا عمر حد حبني ولا انا حبيت حد. حطيت طاقتي كلها في المذاكره ونجحت ودخلت صيدله، وجنب النجاح والمذاكره حطيت الفلوس عشان احوش بسرعه واكبر. انا في حاجات كتير حرمت نفسي منها عشان احوش. زي ايه؟ اللبس مثلا. انا ما بجيبش لبس غير لما بزهق، وباخد لبس من بابا. خدت بالي. طاهر ومراد فاكريني بخيل. انا مش بخيل. انا باجي على حاجات عشان خاطر حاجات تانية اهم، ان افتح صيدليه مثلا. انت ما قلتليش يعني ايه اتصالحت مع نفسك؟ قررت اني مش هحط الفلوس هدف. هحب نفسي وهخاف على نفسي اكتر ما هخاف على الفلوس، وكل حاجه هتيجي بسهوله. عارفه، انا نفسي ارجع اعيش الحاجات اللي انا حرمت نفسي منها عشان احوش. حلو اللي انت بتقوله ده. وانت كمان هتكلمي الراجل تعتذري له علشان ما عرفتيش تروحي امبارح، وهتروحي. لا طبعا. لا انا مش جاهزه لحاجه زي دي خالص. انا هدخل اقرا نشره قدام الكاميرا، مش عايزه اعمل كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انسي كل حاجه وما تفكريش غير في حاجه واحده بس، ان انت شاطره وان ده حلمك اللي انت عايزه تحققيه. عارفه، انا وانا ببيع ادويه متجدوله ما كنتش حاطط حاجه في دماغي غير ان انا اكسب وبس. لو كنت حاطط في دماغي ان انا بعمل حاجه خطر كان زماني اتقبض عليا. مش احنا اللي هيتقبض علينا دلوقتي. ما تفكريش في اي حاجه غير ان انت هتنجحي بس، زي ما انا نجحت وانا ببيع الادويه متجدوله. يا ابني بس بقى. ماشي انا هنزل. مش مشكله، هنحاول تاني وتالت وتقدمي في حته تانيه انا وهتشتغلي. نجحت واتقبلت وهتمرن من الاسبوع الجاي وهشتغل كمان 3 شهور. طب انت عامله كده ليه؟ انا قلت انت ما تقبلتيش. عشان انا مش مصدقه نفسي يا علي. شكرا بجد. انا ما عملتش اي حاجه، انت اللي عملتي كل حاجه ونجحتي زي ما انا نجحت بالظبط وانا ببيع الادويه يا متجدوله. ابني بس بقى اسكت. بقول لك ايه، انت معاك فلوس؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. أنا كنت فاكرك هتتكلمي أكتر من كده. ليه؟ يعني كنت بتكلميني من وقت للتاني. وكل مرة كنت بكلمك كنت بقفل بعدها وكنت بقول أنا ليه كلمتك، زي ما عملت يوم فرح ماما كده.
انا من جوايا كنت عايزاك تيجي عشان تنكد عليها فرحتها وتزعلها. بس بعد ما قفلت معاك انا قلت انا ليه كلمتك. انا مش عارفه انا عاوزه ايه. قربها النهارده. انا اتخرجت من الجامعه عشان اشتغل واكون مذيعه النهارده كان عندي ميعاد شغل وكلموني وما ردتش عليهم عشان مش عاوزه اروح. ليه يا أرو؟ عشان مش عارفه انا عاوزه ايه. بابا انا ما عنديش ثقه في نفسي. مهزوزه في كل قراراتي. كنت محتاجاك في حياتي وانا صغيره تشجعني تعرفني نفسي. ماليش نفس لأي حاجة وفي نفس الوقت نفسي في كل حاجة، بس ما بعرفش أكمل في حاجة أنا عاوزاها للآخر. كان نفسي أحس إن أنا مقبولة في عينك. كان نفسي تغرقنا حب بدل ما ليلى تروح تشحته من أي حد بره، وبدل ما أنا مبقاش عارفة يعني إيه حب. كان نفسي تصغر لي بعينك وأخاف منك. كان نفسي إن أجري على الباب وأقول بابا جه، بابا جه، بابا جه، بس بابا ما جاش. ازاي قدرت تعمل فينا كده؟ ازاي قدرت ما تكلمناش وما تشوفناش؟ ما كناش بنوحشك؟ ما كانش بيجي على بالك إذا كنا عيينا مثلا أو تعبنا؟ طب واحنا صغيرين لما كانت هند بتجيلها كومة السكر وماما كانت تنزل بيها جري على المستشفى، احنا كنا بنقعد مع مين؟ انا لما كنت بروح لاي واحده صاحبتي البيت ابوها وامها عايشين مع بعض انا من جوايا كنت بتقهر ومش بحسدها والله لا، بس احنا كان بيتنا ناقصه اب وانت ما كنتش موجود في حياتنا. كان دايما عندي احساس ان انا عندي نقص، فازاي اقبل وجودك دلوقتي بعد ما اتعودنا على ان انت مش موجود؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.